أعضائها من العلماء والمثقفين والفنانين الذين يملؤون ربوع مملكتنا الحبيبة في شتى، وضيفا للمثقفين والفنانين هنيئا لمدينة مراكش. عتيقة بوزدة، نائبة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش المكلفة بالقطاع الثقافي والاجتماعي، وهنا في هذا الفضاء اللي هو معلمة بالنسبة للمراكشيين ومدينة مراكش اللي تنفتخروا به كلنا، وهو اليوم تاع المسرح، وهذا تحت شعار المسرح دراما. وهذا اللقاء هو بالنسبة لنا تشجيع للشباب وتشجيع للطاقة الشابة المراكشية، باش أولا شوية ديال البهجة شوية السرور ندخلوا على هذه السكينة. فجامعة مراكش عندها عدة أنشطة منها اللي قامت بها ومنها إن شاء الله اللي في المستقبل غادي تقوم به، وهي أولا كنا وزعنا عدة كراسي عادية على طبقة الهشة من ساكنة مراكش قبل من رمضان، وجلسنا معهم ودرنا واعتنينا بهم، ماشي جينا وفرقنا الكراسي بتعليمات طبعا من السيده الرئيسه اللي هي عندها طموح وعندها واحد الرغبه كبيره باش نزيدوا ان شاء الله بهذه المدينه. وحنايا هنايا واحد المكتب اللي خصنا نقولوه اللي فيه نواب عندهم واحد المنافسه شريفه لاجل صالح مدينه مراكش. عندنا اتفاقيه شراكه مع مصحه مراكش لفائدة 180 مستفيد اللي استفدوا من العمليات الجراحية في الغدة الدرقية في المرارة والفتق، ومشينا زرناهم وشفناهم وفرحنا بهم، وجميع الوسائل لما نكون 3 ولا 4 المرات زرنا هاد المستفيدين وعجبهم الحال. عندنا كذلك اتفاقيات شراكة مع جامعة القضائيات بالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفرقنا عليهم ووزعنا عليهم كراسي كهربائية لكل واحد راه يعرفوا الثمن ديالها. وكانت عندي انا الاسبقيه والطموح هو ذوك الطلبه، خصنا نعتنوا بالطلبه وخصنا نساعدوهم وندعموهم، والحمد لله هذا الشيء دابا يلاه البدايه، وباقي الطموحات كثيره وباقي ان شاء الله مهرجانات كبيره، ولكن خصنا دائما نكونوا يد في يد لهذه المدينه باش تطلع وباش تنمى. كاينه واحد حاجه اللي هي مهمه اللي غادي نزفوها للمراكشيين، هي بان مدينه الاسلاميه. وشكرا. رئيس القسم الثقافي والرياضي لجامعه مراكش. هذا الدوره السابعه ديال مهرجان مسرح دراما مراكش اللي تيكون مناسبه سنويه تنظم فيها الجامعه كل سنه. هذا المهرجان بمناسبه اليوم العالمي للمسرح. وكذلك محطه اللي تيتلاقاو فيها الفنانه ديال المسرح في مراكش وتيعرضوا الانتاجات ديالهم الجديده. وهذه الدوره هذه حاولنا باش تكون مراكشيه بامتياز، يعني يكونوا جميع الالوان جميع الفعاليات المسرحيه المهمه لمدينه مراكش ممثله، والناس اللي عندهم رغبه باش يشاركوا. يعني كاينين فعاليات اخرى اللي مهمه حتى هي ولكن ما شاركتش في المهرجان، يعني تتبقى هذه المناسبه باش يحتكوا هذه الفنانه بيناتهم ويعرضوا الانتاجات الجديده، وفي نفس الوقت المناسبه كذلك باش الجامعه تدعم الفنان المراكشي، لانه كنعرفوا الوضعيه الاجتماعيه ديال الفنان المسرحي ديال الفنان بصفه عامه، فهي وضعيه اقرب الى الهشاشه. كاينين الفنانه اللي تعيشوا وضعيه هشه في وضعيه اجتماعيه هشه، واضافه الى ذلك كاينين فنانه اللي تتكون هذه هي المناسبه باش يعرضوا الانتاجات الجديده. كما تعرفوا كذلك بان الفن المسرحي والفن السينمائي جميع انواع الفنون الاستعراضيه اصبحت تعاني مؤخرا من منافسات وسائل الترفيه الاخرى من تلفزه وهاتف نقال ووسائل التواصل الاجتماعي، بحيث ان المشاهد في القديم كانت الاسره كلها تخرج تمشي للمسرح او تمشي للسينما. الان المسرح والسينما ولاو داخلين البيوت، واي واحد بالامكان ديالو يشاهد مسرحيه او يشاهد فيلم في اي وقت اراد.
هادو هما الظواهر اللي جعلت الفنان المسرحي يعاني، لانه الاسر والناس والمشاهدين ما بقيش عندهم الرغبه باش يخرجوا ويتكبدوا العناء باش يمشيو للمسرح او يمشيو لقاعه السينما. هذه مناسبه كذلك باش الجامعه تنظم هذا المهرجان اللي هو مفتوح بالمجان للمراكشيين باش يدخلوا باش يشوفوا الاعمال المسرحيه الجديده، ومناسبه كذلك باش الفنان المسرحي يحقق واحد يعني يعاون الوقت كيتقولوا. إلهام أبارو مديرة مسرح ملكي بمراكش تابع للمجلس الجماعي مدينة مراكش الذي ينظم مهرجان مسرح الدراما. هذه مصادف اليوم الوطني للمسرح كذلك هذه السنة الذي يصادف 14 ماي.